مرحبا بكم في هذا الفيديو. سنتحدث عن شركة مصر للمقسط والإيداع والقيد المركزي التي أعلنت عن نتائج مالية قوية خلال عام 2024. أولاً، صافي أرباح الشركة قفز بنسبة 66% على أساس سنوي ليصل إلى 1.69 مليار جنيه مصري، وهو رقم غير مسبوق يعكس أداءً مميزاً للغاية. ما هي الأسباب وراء هذا النمو؟ الأمر يعود بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات النشاط التي ارتفعت بنسبة 34%، أي ما يعادل زيادة قدرها 153.7 مليون جنيه، إضافة إلى ارتفاع العوائد على استثمارات الشركة بنسبة 78% بما يعادل 685 مليون جنيه. والشركة عزت هذا النجاح إلى استراتيجيتها القوية التي تهدف إلى تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كيف؟ من خلال تحديث شامل للبنية التحتية الرقمية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات. هذا التحديث ساعد في تسريع العمليات اليومية وزيادة مستويات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تحسين جودة التشغيل بشكل عام. ومصر للمقسط لم تكتفي بذلك فقط، بل لعبت دورا محوريا في دعم نمو الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات مالية متطورة لكافة أطراف السوق وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وفي 2024 كان للشركة تفاعل إيجابي مع القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة القرار الخاص بتنظيم صندوق ضمان التسويات. وهنا قامت الشركة بتطبيق آليات مرنة ومتكاملة لإدارة المخاطر بما يتوافق مع البيئة الرقابية الحديثة، وهذا الأمر يعكس حرصها على الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز الثقة فيه. باختصار، الأداء القوي لمصر للمقسط في 2024 هو نتيجة مباشرة لرؤية واضحة لمجلس الإدارة تركز على التطوير المستمر، الابتكار، والالتزام بالمعايير العالمية، مما جعل الشركة في مقدمة المؤسسات المالية في السوق المصري. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم.